اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا ربي، وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة مطبخ أم علي الربيعي، وشكرا لكم على متابعة الفيديو مقدما. وصفتنا اليوم حلى الكراميل، كيكة باردة بدون فرن، سهلة وسريعة ومكونات اقتصادية والطعم رهيب والشكل بعد أحلى. تعالوا نشوف المكونات وطريقة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عندي نص كوب حليب سائل وأضيف عليه ملعقة صغيرة قهوة، وإذا ما عندكم ممكن تستخدموا فقط الحليب. أول شي راح أغمز البسكت بالحليب والقهوة وأرصه بالبايركس، ممكن تستخدمون أي شي موجود عندكم، قالب، كاسة، مو إلا بايركس. وأضيف طبقة ثانية بسكت. أنا حكتب لكم المكونات بصندوق الوصف إن شاء الله. كملت أول مرحلة، هسه أبدي أسوي الطبقة الثانية. كوبا حليب سائل نص لتر، إذا ما متوفر عندكم الحليب السائل تقدرون تستخدمون الحليب الباودر. تضيفون كوبا من مي وأربع ملاعق كبار حليب باودر، ملعقتين كبار نشا المحلبي أو المهلبية، ملعقتين شكر، ملعقة كبيرة فانيلا باودر أو فانيلا سائلة، شنو المتوفر تقدرون تضيفوه. ظرف كريم كراميل، وأخلط جميع المكونات على البارد. وأضيف عليها ربع قالب زبدة 50 غرام. أول ما أخليها على النار أبدي أحرك بيها، ما أتركها أبد، لأن نشا المحلبي من ينترك مباشرة يتكتل. ومن تبدي تثخن وتطلع فقاعات صارت جاهزة، أرفعها من على النار مباشرة، أضيفها على البسكت هي وحارة، وأخليها بالفريزر ساعة بس تبرد وتتماسك. ومن أطلعها من الفريزر وتتماسك أضيف ملعقة وشوكة للتزيين، ملعقة كاكاو خام غير محلى، وإذا ما تحبون تضيفون كاكاو ضيفوا بسكت مطحون، والتزيين يبقى اختياري. أنا حقطعها قدامكم حتى تشوفون شلون متماسكة. وأنصحكم تجربوها، كلش طيبة وسهلة وسريعة. جربوها وادعولي وشاركونا بتعليقاتكم الحلوة، إن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. وعلينا وعليكم بألف عافية، ومع ألف سلامة.